تم اغتيالي بعدة طلقات نارية. أنا تارة فارس من العراق. كل شيء في كان يغضبهم، صوتي، وجهي، صوري، حتى ضحكتي. كانوا يرونني خطيئة تمشي على قدمين، وأنا كنت فقط أريد أن أعيش، أن أكون حرة. أفتح هاتفي كل صباح فأقرأ تهديداً جديداً: سوف نقتلك يا بنت الحرام، لن تسلمي من غضبنا، نراك وسنصمت قليلاً فقط. كنت أضحك وأكمل تصويري وكأن السوشيال ميديا درعي، لكنها كانت قبري. ذلك اليوم شعرت بشيء في الهواء، وكأن المدينة تنظر إلي بعين مغلقة والأخرى دامعة. جلست في السيارة، ظهري مكشوف، ثقتي عالية. الحياة لا تنتظر الخائفين، صح؟ ثوان فقط، 3 طلقات، 3 صرخات لم يسمعها أحد. لم أمت فوراً، سمعتهم يركضون، وشعرت أن روحي تسقط من فوق بغداد وتترك جسدي في المقعد الأمامي، كما لو كنت صورة منشورة انتهى وقتها. والآن أنا هنا، لا حية لا ميتة، أشاهدكم تتداولون اسمي، وجهي، دمائي، لكن لا أحد منكم عرفني حقاً. أنا تارة لم أكن قديسة ولم أكن فاجرة، كنت فقط فتاة صارت كابوساً في أعين من لا يحتمل